السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. تشير قراءة الخرائط الجوية التفاعلية إلى أن الأجواء العامة بالمغرب يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 ستتسم بتأثير شتوي هادئ نسبياً، ناتج عن امتداد مرتفع جوي يغطي وسط وجنوب البلاد، في مقابل اقتراب منخفض جوي ضعيف الفعالية من غرب البحر الأبيض المتوسط، ما يخلق تبايناً طفيفاً في الحالة الجوية بين شمال المملكة وباقي المناطق. هذا الوضع الجوي ينعكس بشكل أوضح على شمال المغرب، حيث تظهر خرائط السحب والرطوبة توفر شروط مناسبة لتكون سحب منخفضة ومتوسطة الكثافة على المناطق الشمالية، خاصة الواجهة المتوسطية، الريف، السواحل الممتدة بين طنجة والحسيمة، إضافة إلى شمال سايس وغرب اللوكس. هذه السحب قد تكون مرفوقة بتساقطات مطرية خفيفة إلى معتدلة ومتفرقة، خصوصاً خلال فترتي الصباح والليل، دون أن تصل إلى مستوى الاضطرابات القوية أو الأمطار الغزيرة. في المناطق الوسطى مثل الرباط، الدار البيضاء، ومناطق الشاوية ودكالة، تشير النماذج إلى أجواء مستقرة في المجمل، مع مرور سحب عالية أو متوسطة دون فعالية مطرية تذكر، واحتمال ضعيف جدا لبعض القطرات الخفيفة والمحلية، خاصة قرب السواحل، لكنها تبقى غير مؤثرة. أما المرتفعات، خصوصاً الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، فتسود أجواء باردة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الليل والصباح، مع تشكل الصقيع محلياً، في حين تبقى فرص التساقطات ضعيفة إلى منعدمة، باستثناء بعض السحب العابرة على الأطلس المتوسط دون مردودية مطرية مهمة. في جنوب وشرق المملكة، بما في ذلك سوس، الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، تظهر خرائط سيطرة أجواء مستقرة وجافة، مع غياب شبه تام للسحب الممطرة، ودرجات حرارة معتدلة نهاراً مقارنة بباقي المناطق، ما يعكس تأثير المرتفع الجوي بشكل واضح. الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة على السواحل الشمالية والوسطى، وقد تنشط نسبيا فوق الواجهة المتوسطية، ما يساهم في الإحساس بالبرودة، بينما تبقى ضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد. بصفة عامة، يمكن القول إن يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 سيحمل طابعاً شتوياً هادئاً بالمغرب، مع تركز فرص التساقطات المطرية الخفيفة أساساً على شمال البلاد والمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في حين يسود الاستقرار وبروز البرودة الصباحية في باقي الجهات.